في حاجة مهمة لازم تعرفها عن الفلوس. مع مرور الوقت الفلوس بتفقد قيمتها بسبب حاجة بنسميها التضخم. في سنة 1913 كان ال4 لتر من اللبن سعرهم حوالي 36 سنت، بالمصري 7 قروش. في 2013 نفس ال4 لتر وصل سعرهم ل3 دولار و53 سنت، تقريبا 10 أضعاف. معظم الدول بتحاول تحافظ على معدل تضخم سنوي ما بين 2 ل 2.5%. الرقم ده هو نسبة القيمة اللي فلوسك بتفقدها كل سنة، وده معناه إنك لو سايب فلوسك كلها في البنك من غير استثمار قيمتها الفعلية بتقل مع الوقت. وده السبب اللي بيخلينا نسمع دايما عن مصطلح الاستثمار، فكرة إنك تستخدم فلوسك علشان تكسب بيها فلوس أكتر وتقدر تتغلب على التضخم. أكيد سمعت قبل كده عن سوق الأسهم وإنه من أسهل الطرق للاستثمار، بس إيه هو سوق الأسهم فعلا؟ إزاي تبدأ تستثمر فيه؟ وهل هو مربح زي ما الناس بتقول فعلا؟ السوق في أبسط تعريف هو مكان بيتم فيه البيع والشراء. لو بتعيش في بلد زي أمريكا أو بريطانيا أو الهند، فاقتصادك هيكون قائم على أنواع مختلفة من الأسواق. يعني مثلا سوق الفواكه بيتعامل في بيع وشراء الفاكهة، سوق العقارات بيتعامل في بيع وشراء البيوت، وسوق الأسهم بيتعامل في بيع وشراء الأسهم. لكن ده بيطرح سؤال جديد: إيه هي الأسهم أصلا؟ السهم أو الحصة هما كلمتين بمعنى واحد تقريبا، وبيمثلوا جزء من ملكية شركة. يعني لو عندنا شركة اسمها إكس وعدد أسهمها 10 وصاحب الشركة معاه ال10 أسهم دول، يبقى هو مالك 100% من الشركة. ولو باع 5 أسهم يبقى معاه 50% من الشركة. الناس اللي بيملكوا الأسهم دول بنسميهم مساهمين. لكن هنا بيظهر سؤال تاني: ليه صاحب الشركة أو المؤسس ممكن يقرر يبيع أسهم من شركته أصلا؟ تخيل إنك صاحب مخبز صغير، شغلك ماشي كويس جدا، الناس بتحب منتجاتك والطوابير دايما عند الباب، بس أنت طموح وعايز تكبر المشروع، تفتح فروع جديدة وتوظف ناس أكتر وتعمل حملات تسويقية ضخمة. بس علشان تعمل كده محتاج رأس مال. ممكن تروح البنك وتطلب قرض، بس ده معناه إنك هتدفع فوائد، ويمكن البنك يشوف إن مشروعك فيه مخاطرة ويرفض. فقدامك خيار تاني: إنك تبيع أسهم من شركتك علشان تجمع رأس المال. ممكن تبيع الأسهم دي لأصحابك اللي مؤمنين بفكرتك، وده اسمه طرح خاص، أو تبيعها للعامة، وده اسمه طرح عام أولي، أو IPO Initial Public Offering. يعني شركتك الخاصة بتتحول لشركة عامة والناس تقدر تشتري فيها أسهم بحرية. من ضمن خطوات طرح الشركة في البورصة إنك بتقرر عدد الأسهم اللي هتصدرها للعامة، وده بنسميه الأسهم المتاحة للتداول أو The Float. ولكن سعر السهم في البداية بيتحدد بناء على أداء شركتك المالي، أداء الشركات المشابهة في السوق، ومدى الإقبال المتوقع من الناس على الشراء. بعد كده بتتسجل الأسهم دي في مكان اسمه البورصة أو سوق الأسهم. ولو حبينا نبسطها بمثال، ففي مدينتك ممكن يكون في أكتر من سوق فواكه، ونفس الفكرة بتنطبق على أسواق الأسهم في العالم. تخيل إنك صاحب محل فواكه وعندك حرية تختار سوق واحد بس تفتح فيه المحل بتاعك. كل سوق ليه نظامه ومكانه وزباينه المختلفين. نفس الفكرة بالظبط عندنا البورصات أو أسواق الأسهم، هي الأماكن اللي بيتم فيها البيع والشراء فعليا، وبدل محلات الفواكه الشركات هي اللي بتكون المعروض هناك. انت كشركة بتختار البورصة اللي تناسبك علشان تدرج فيها أسهمك، وطبعا كل بورصة ليها شروطها الخاصة اللي لازم شركتك تحققها علشان تقدر تبيع وتشتري أسهمها هناك. من أشهر البورصات في أمريكا مثلا بورصة نيويورك اللي تأسست سنة 1817، وبورصة ناسداك اللي تأسست سنة 1971، واللي مشهورة إنها بتضم أكبر شركات التكنولوجيا في العالم زي جوجل وأبل وأمازون وإنتل. بس خلي بالك،
أسواق الأسهم مش موجودة في أمريكا بس، دي منتشرة في كل دول العالم تقريبا. وهنا يدخل طرف جديد في اللعبة، الوسيط المالي أو السمسار أو الستوك بروكر. السمسار هو الشخص اللي بيشتري ويبيع الأسهم بالنيابة عن المستثمرين، يعني هو الوسيط اللي بينك وبين السوق. زمان السماسرة كانوا بيروحوا أرض البورصة بنفسهم وبيفضلوا يعلوا صوتهم فوق بعض علشان ينفذوا أوامر الشراء والبيع لعملائهم، لكن دلوقتي وبفضل التكنولوجيا كل ده بقى بيحصل أوتوماتيك من خلال خوارزميات كمبيوتر متطورة. بورصات كتير ما بقتش محتاجة مكان فعلي أصلا، زي نازلك مثلا اللي ما فيهاش قاعة تداول نهائيا. لكن إزاي بيتم تنفيذ الصفقة فعليا؟ الأمر بسيط، المستثمر بيروح للوسيط وبيقول له إنه عايز يشتري أو يبيع سهم معين، وده شبه ما تطلب منتج من أمازون بس فيه شوية تفاصيل زيادة. أول حاجة لازم تحدد اسم الشركة اللي عايز تشتري أو تبيع أسهمها، وده بيكون من خلال حاجة اسمها رمز السهم، التيكر سيمبل، وده اختصار بيمثل اسم الشركة. مثلا أبل رمزها AABL، أمازون رمزها EMZN، تسلا رمزها TSLA. تقدر تعرف رمز أي شركة بسهولة عن طريق بحث بسيط على جوجل. بعد كده بتحدد إذا كنت عايز تشتري ولا تبيع السهم، وبعدين بتختار نوع الأمر، الأوردر تايب. تخيل إن سوق الأسهم شغال زي المزاد بالظبط، في آلاف الناس بيعرضوا يشتروا أسهم بأسعار معينة وآلاف غيرهم بيعرضوا البيع بنفس الطريقة، ولما السعر بين المشتري والبائع يتطابق الصفقة بتتم. وده بيحصل ملايين المرات يوميا، والسعر بيطلع وبينزل حسب العرض والطلب. في نوعين رئيسيين من أوامر التداول. واحد، الماركت أوردر، أمر السوق، وده معناه إنك بتقول للوسيط اشتري أو بيع بأسرع شكل ممكن وبأي سعر ممكن دلوقتي. التاني، الليمت أوردر، أمر محدد، وده زي المزاد، بتحط سعر معين تقول فيه مش هبيع بأقل من كده ومش هشتري بأكتر من كده. بس طبعا في مخاطرة إن السهم ما يوصلش للسعر اللي انت حددته، وساعتها الصفقة مش هتتنفذ. بعد كده بتحدد الكمية اللي عايز تشتريها أو تبيعها، وبكده تكون خلصت الطلب. زمان الموضوع ده كان بيتم عن طريق البريد أو مكالمات التليفون، وبيتعاملوا في شهادات أسهم ورقية فعلا. لكن دلوقتي كل حاجة إلكترونية، تقدر تعمل الصفقة من الموبايل وانت قاعد في بيتك من غير ما تكلم حد أو تروح أي مكان. وده كان تطور مريح جدا لأي مستثمر انطوائي. بس السؤال الأهم دلوقتي، إزاي تستخدم كل المعلومات دي علشان تاخد قرار استثماري ذكي؟ لعبة الاستثمار فيها أنواع مختلفة من اللاعبين. هتسمع دايما مصطلحين مهمين: المستثمر الفردي الريتيل انفستور، والمستثمر المؤسسي institutional investor. المستثمر الفردي هو الناس العادية زينا اللي بيستثمروا لحسابهم الشخصي بهدف تحقيق ربح. أما المستثمرين المؤسسين فهم الكبار في السوق، صناديق التقاعد أو صناديق الاستثمار أو البنوك، وكمان شركات إدارة الأموال اللي بتستثمر بمبالغ ضخمة جدا نيابة عن عملائها. الناس دي بيكون عندها محللين متخصصين بيراقبوا السوق على مدار الساعة وبيحسبوا كل خطوة قبل ما ياخدوا قرار استثماري. بس الفيديو ده موجه لينا احنا المستثمرين الأفراد، اللي هدفنا الأساسي ببساطة هو إننا نكسب فلوس. وعلشان نحقق ده الفكرة الأساسية بسيطة: نشتري السهم بسعر قليل ونبيعه بسعر أعلى، وده اللي بيتقال عليه buy low sell high. بس علشان نعمل كده لازم نعرف ايه الأسهم اللي هتعلى قيمتها وايه اللي ممكن تنزل. الموضوع كله بيتحكم فيه العرض والطلب. يعني مثلا لو بكرة شركة أبل أعلنت عن منتج جديد قوي جدا، هيزيد الطلب على أسهمها لأن الناس هتتوقع أرباح أكتر، وساعتها البائعين هيطلبوا أسعار أعلى والمشترين هيقبلوا يدفعوا أكتر. النتيجة سعر السهم هيزيد. لكن هنا المشكلة، سوق الأسهم مليان عدم استقرار وتقلبات. أي حاجة ممكن تأثر على السعر، تغير مدير الشركة أو جودة المنتجات أو سياسة حكومية جديدة أو حتى موضة السوق نفسها.
وعلشان كده متابعة السوق بشكل يومي صعبة جدا على المستثمر العادي اللي عنده شغله أو مشروعه. وهنا بقى بيجي الحل المنطقي: الاستثمار طويل المدى. الاستثمار طويل المدى معناه إنك تشتري أسهم وتحتفظ بيها لسنين، مش يوم ولا أسبوع. وده الأسلوب اللي بيتبعه الملياردير المشهور وارن بافيت، واللي بالمناسبة عملنا عنه فيديو وعن طرق استثماره وعن قصة نجاحه. هسيب لكم لينك الفيديو تحت في صندوق الوصف. وارن بافيت بيعتمد على حاجة اسمها الاستثمار القيمي، الفاليو انفستنج. هو بيحلل الشركة بعمق، بيشوف أصولها والتزاماتها وقيمتها الفعلية في السوق، وبيستثمر في الشركات اللي شايف إنها أقل من قيمتها الحقيقية، والنتيجة نجاح أسطوري. أما الاستثمار قصير المدى فهو إنك تشتري وتبيع الأسهم خلال فترات قصيرة جدا، بتوصل لساعات أو حتى دقايق، ودي مخاطرة عالية جدا وبتحتاج وقت وتركيز ومتابعة مستمرة، ومعظم الناس العادية بتخسر فيها بسهولة. علشان كده بالنسبة لمعظم المستثمرين الأفراد، الأفضل هو الاستثمار الطويل اللي بيكون أقل توتر وأقل مخاطرة وأكتر استقرار. وفي النهاية كلنا بندور على طريقة نستثمر بيها من غير ما نحرق أعصابنا كل يوم. عايزين نحط الخطة ونبدأ ونسيبها تشتغل لوحدها. في بعض الناس حتى فكرة البحث عن الشركات نفسها بتكون مجهود زيادة بالنسبة ليهم. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها المؤشرات indexes، ودي ببساطة أدوات بتقيس أداء مجموعة معينة من الأسهم، وبتدينا فكرة عن حالة سوق الأسهم بشكل عام. مثلا ممكن تكون سمعت قبل كده عن مؤشر داو جونز الصناعي، داو جونز اندستريال افريج، واللي ناس كتير بتختصر وتقول عليه الداو. المؤشر ده بيتتبع أداء أسهم أكبر 30 شركة في البورصة الأمريكية، ولما بيقولوا الداو نزل 1000 نقطة أو الداو طلع فوق 30,000، ده معناه إن أداء السوق العام بيتغير بشكل ملحوظ. وبرضه ممكن تكون سمعت عن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 S&P 500، واللي بيتتبع أداء أكبر 500 شركة في أمريكا وفي بريطانيا. عندهم مؤشر تاني اسمه FTSE 100، بيتتبع أداء أكبر 100 شركة في بريطانيا. فالغرض من المؤشرات دي إننا نقدر نعرف حالة السوق بشكل عام. ولكن هنا بيجي السؤال المهم: ماذا لو كنت تقدر تستثمر في صندوق بيضم كل الشركات دي مع بعض؟ هنا بيظهر مفهوم اسمه الصناديق المؤشرة Index Funds، وصناديق التداول في البورصة ETFs. الاتنين قريبين جدا من بعض مع فروق بسيطة. على سبيل المثال صندوق فانجارد S&P 500 ETF بيحتوي على كل الشركات اللي جوه مؤشر S&P 500 اللي هم أعلى 500 شركة في أمريكا وبريطانيا. لكن المؤشر ده بيسمح لك إنك تشتري فيه سهم واحد بس كأنه سهم عادي. يعني ببساطة لما تشتري سهم من الصندوق ده فلوسك بتتوزع تلقائيا على ال 500 شركة اللي جوه المؤشر. وده يعتبر طريقة ذكية لتوزيع استثماراتك، الدايفرسيفيكيشن، التنوع، من غير ما تحتاج تتابع وتشتري 500 سهم بنفسك. الصندوق هو اللي بيقوم بالمهمة دي عنك، وبيبان كأنك شاري سهم واحد، لكن في الحقيقة هو سلة أسهم متنوعة. والأجمل إنك مش محتاج تعمل أي حاجة لما شركة جديدة تدخل في مؤشر ال S&P 500، لأنها بتضاف تلقائيا للصندوق. علشان كده هتلاقي كتير من الخبراء أو اليوتيوبرز المهتمين بالتمويل الشخصي بينصحوا الناس بالاستثمار في صناديق زي ال S&P 500 أو ال ETF، لأنها استثمار آمن نسبيا ومناسب للمدى الطويل. لكن السؤال هنا: قد إيه ممكن تكسب من سوق الأسهم بشكل واقعي؟ اللي لازم تعرفه إننا كنا عايشين في فترة سوق صاعد، بول ماركت، وده يعني إن أسعار الأسهم كانت بتزيد بمرور الوقت، وعكسها هو السوق الهابط، البير ماركت، اللي الأسعار فيه بتنزل. وده خلى كتير من المستثمرين يتوقعوا عائدات أعلى من الطبيعي. بس الحقيقة إن انهيارات السوق بتحصل دايما، وغالبا لأسباب محدش يقدر يتنبأ بيها. في أغلب الحالات العائد السنوي المتوسط اللي ممكن تتوقعه من السوق بيكون بين 6%
ل10%، وده رقم معقول جدا حتى لو مش مثير أو مغري زي ما بعض الناس بتتوقع، لأن ببساطة سوق الأسهم مش وسيلة سريعة للثراء، هو لعبة صبر والتزام طويل المدى، إنك تستثمر جزء من دخلك كل شهر وتسيبه يكبر مع الوقت. لكن خلي بالك، هتقابل ناس في كل حتة بيوعدوك بعوائد ضخمة وسريعة على فلوسك، ومع انتشار تطبيقات التداول زي روبن هود اللي خلت عملية الشراء أسهل، ناس كتير بدأت تدخل السوق من غير بحث كفاية أو فهم كلي. فخليني أقولك شوية نصايح مهمة جدا. 1. اشتري لما السوق يهبط، buy the dip. الموضوع بيبقى عكس اللي الناس فاكرينه، أفضل وقت للشراء هو لما الأسعار تنزل مش لما تعلى، لأن الهبوط هو المكان اللي فعليا بيتعمل فيه المكسب الحقيقي. 2. استثمر بس اللي تقدر تخسره، نصيحة كلاسيكية بس مهمة، حاول تستثمر 10% بس من دخلك الشهري وسيبها هناك لمدى بعيد جدا، بنتكلم على 10 ل 20 سنة قدام. تالت حاجة، ما تبيعش أول ما تشوف خسارة، لو أنت داخل السوق بهدف طويل المدى ما تخليش العواطف تتحكم فيك، الخوف والهلع هما أكتر سبب بيخلي الناس تخسر. لو ناوي تستثمر على المدى الطويل لازم تبقى عارف إنك هتشوف فترات طلوع ونزول، يعني السوق مش دايما بيكسب، بس لو استثماراتك متنوعة كفاية فالموضوع ده مش هيأثر عليك على المدى البعيد. ودايما افتكر القاعدة دي، انت ما بتخسرش فعلا غير لما بتبيع السهم بخسارة، طول ما السهم معاك فالمكسب أو الخسارة دي على الورق بس مش حقيقية. بالنسبة للناس اللي بتسأل تقدر تستثمر فين، فأشهر حاجة موجودة في بريطانيا هي منصة فانجارد، في غيرها موجود في أمريكا زي روبن هود أو ويبل، وطبعا تقدر تلاقي وسيط مناسب ليك بسهولة جدا. كل اللي هتعمله إنك هتبحث على جوجل عن أفضل وسيط استثماري في بلدك. طبعا أنا عارفة إني ما دخلتش في تفاصيل متقدمة جدا زي البيع على المكشوف شورت سيلينج أو تداول الخيارات الأوبشن تريدينج أو مين هم صناع السوق ماركت ميكرز، لكن الهدف من الفيديو حتى لو إحنا مش هنستثمر هو إننا نفهم الأساسيات صح الأول، وإيه هو الأسهم وإزاي بتتباع وإيه هو سوق الأسهم والبورصة، كل الكلام ده نفهمه، لأن من تجربتي لما تفهم جوهر المجال كويس تقدر بعد كده تستوعب التفاصيل المعقدة بسهولة أكبر. والصراحة الفيديو ده من النوع اللي كنت أتمنى يكون موجود لما بدأت أول مرة أتعلم أو أسمع عن سوق الأسهم. فلو الفيديو عجبك اضغط لايك واشترك في القناة، الحاجات دي مجانية 100% بس بتساعد القناة بشكل كبير جدا. زي ما بقول دايما، أتمنى ليكم يوم جميل وأراكم قريبا.